مرحبا صبايا، كيفكن؟ اليوم رجعت لكم بوصفة يبرق خرافية. شايفين ما شاء الله اللون؟ شايفين شلون ذوبان اللحم ذوبان؟ عن جد ولا أطيب من هيك وصفة، بتمنى تجربوها. شايفين التوم؟ أحسن من هيك ما في. اغسلوا الراس بحاله وحطوه من دون ما تقشروه ولا تتعذبوا. واللحمة فارطة ذوبان، دايبة ذوبان. شايفين المرقة لونها ما أحلاها؟ عن جد بتجنن. بتمنى تعجبكم هاي الوصفة وتجربوها معي. يلا تابعوا معي الفيديو. شايفين هاي شجرة الورق العنب؟ عندي اكتشفت جديد انه عندي شجرة ورق عنب، ولحسن الحظ انه ما قطفت لبين ما اصفرت شوي عندي. بس طلع اليبرق بجنن، والورق طري وغض ولا اطيب من هيك. شايفين ما احلاه؟ ما شاء الله، مثل الحرير. ما شاء الله، شايفين شلون عم بقطفه؟ لو مقطفته قبل كان طلع عندي بجنن اكثر. بس الحمد لله، بس مع هيك طلع كتير طيب. شايفين الورقة ما شاء الله ناعمة وكبيرة. هلأ خلونا نبلش بطبختنا. عندي هون ورق العنب، وعندي هون كاستين ونص من ورق العنب، وتقريبا 500 جرام ورق العنب، وكاستين ونص من الرز. واللحمة حسب الرغبة، بس اللحمة لازم تكون مدهنة مشان يطلع ورق العنب طيب. عندي تقريبا معلقة صغيرة ملح أو معلقة ونص حسب الرغبة طبعا الملح، ومعلقتين صغار بهار. معلقة صغيرة. أهم شي بهاي الوصفة تكون نكهة البهار ظاهرة. شايفين شلون عم بخلطه منيح. وحطوا رشة زيت قلي، بيعطي فلفل للرز، يعني زي رشة زيت مازولا. شايفين شلون دعكته منيح؟ الرز مفلفل فلفلة ما شاء الله. هلا رح ارجع اضيف مرة تانية البهار، لانه كانت عندي طعمته خفانة فاضطريت اكتر الكمية اكتر. شايفين شلون صارت ما شاء الله؟ مو اللحمة مدهنة، صارت مثل العجينة. بس بغيت تسوق. ما شاء الله. هلا رح ابلش معكم طريقة اللف. بتفتحي الورقة، بتحطي الحشوة بالنص، حاولوا ما تكتروا من الحشوة، وبتسكروها. وحاولوا رصوا ايدكم كتير منيح انتوا عم بترصوا، انتوا عم تلفوا. شايفين شلون بالنص بنحط اللحمة، وبنفردها منيح وبنسكر عليها وبنرص ايدنا، بسكر الجوانب منيح. هون حاولت اقرب لكم الكاميرا قد ما بقدر عشان اورجيكم طريقة اللف. شايفين ما شاء الله شلون؟ حطي على اليمين وعلى اليسار وسكري منيح. طبعا كل واحد وحسب طريقته باللف، بس هاي الطريقة منيحة يعني، ومي صعبة للمبتدئين. ما تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل جديد. شايفين شلون هون؟ لفيت راح ألف الكمية كلها وارجع لكم. شايفين شلون ما شاء الله مثل الأصابع؟ حطيت اللحمة بالأرضية وراح أضيف عليها هلأ اليبرق. شايف شلون عم بصفه؟ عم بطبقه فوق بعضه. في ناس بتحب تربطه، بس أنا ما بحب أربطه لأنه أصلا كمية مي كتيرة. ف إنه ما في داعي للتربيط، وبحب المرقة تنهنه فيه نهنها، بحيث بشرب مرقة كتير. اليبرقاية بتقوى حمضة قوي، بينما لما بتربطيه بكون هيك مرصوص على بعضه، بتحسي المرقة ما بتتغلغل فيه. حسب كل واحد وطريقته. ها هون عندي الشجرة، شايفين شلون؟ لقيت فيها حصرم، فحبيت أقطفه
وأحطه للطبخة. وهون عندي سنين التوم بس غسلتهم وحطيتهم بقلب الطنجرة. ما كان هون عندي المرقة، حطيت عصير ليمونتين ومعلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة ملح الليمون، شايفين، وغمرته. حطيت طنجرة الضغط ساعة وربع بالكتير، ساعة ونص بكون اليبرق نزل. وألف صحة وهنا. شايفين ما شاء الله لونه بشهي وطعمته بتشهي. عن جد بتمنى تجربوا هاي الوصفة. شايفين لون المرقة دايب عبدوب بالتم ذوبان. صحتين.